والله يا أمير المؤمنين أنني كلما تذكرت مصرع خبيب بن عدي وأنني لم أنصره في ذلك اليوم إلا ظننت أن الله لن يغفر لي فيغشى علي. لا إله إلا الله. والله يا أمير المؤمنين أنني كلما تذكرت مصرع خبيب بن عدي وأنني لم أنصره في ذلك اليوم إلا تذكرت أن الله لن يغفر لي فيغشى علي. الله أكبر. دكتور أحمد الله يحفظك، ودنا تخبرنا بقصة خبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم من الأيام يأتي أهل مكة ومشركي مكة ويأخذون خبيب بن عدي غيلة ويذهبون به إلى التنعيم في مكة إلى مصلبه. وكان يترأس القوم حينها أبو سفيان، وهم في الطريق يجرونه، وإذا بسعيد بن عامر الجمحي ينظر إلى هؤلاء الناس وينظر إلى الرجال والصغار والكبار والنساء يمشون خلف خبيب بن عدي وهو يجر إلى خشبة الصلب ويزاحم القوم حتى يقف في الصفوف الأول. لما وصل خبيب بن عدي إلى مصلبه استأذن أن يصلي ركعتين فأذن له فصلى، فلما سلم نظر إلى سادات قريش وقال: والله الذي لا إله إلا هو لولا خشية أنكم تظنون أني جزعا من الموت لأطلت في الصلاة. الله أكبر. فصلبوه. ثم نظر إليه أبو سفيان وقال: أترضى أن تكون في أهلك ومالك منعما ومحمد مكانك؟ فيقول: والله الذي لا إله إلا هو إني لا أرضى أن أكون في أهلي ومالي منعما ومحمد يشاك بشوك. الله أكبر. فيقول: اقطعوا من جسده، فيقطع من جسده، فيتدحرج اللحم على الأرض ويطيش الدم على الأرض وعلى جسده وعلى الناس. فيعيد عليه الكلام ويقول: أترضى أن تكون في أهلك ومالك منعما ومحمد مكانك؟ فيقول: والله الذي لا إله إلا هو إني لا أرضى أن أكون في أهلي ومالي منعما ومحمد يشاك بشوكة. فيقول: اقطعوا منه، فيقطع منه للمرة الثانية، فيطيش الدم ويتدحرج اللحم والناس ينظرون، ويعيد السؤال ويعيد الجواب ويأمر بقطع جسده قطعة تلو الأخرى والناس ينظرون، وسعيد بن عامر الجمحي ينظر. فلما أشرف على الموت نظر في سادات قريش وقال تلكم الأبيات المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شل ممزعي، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا الله أكبر. ولا تغادر منهم أحدا، اللهم إنه ليس لي من يوصل سلامي إلى رسولك، اللهم أوصل سلامي إلى رسولك. النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المدينة ويقول: عليكم السلام يا خبيب، عليكم السلام يا خبيب. الله أكبر. ينتهي هذا المشهد من تلكم الساحة، ولكنه لم ينتهي من ذاكرة سعيد بن عامر الجمحي. وتمر الأيام والأسابيع ويفتح الله عليه بالإسلام فيسلم، ويشهد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشهد عصر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يشهد عصر عمر، حتى أتت السنة 19 للهجرة، فيلتقيه عمر، وكان عمر رضي الله عنه يحبه، فقال: يا سعيد أريد أن أوليك حمص. فقال: لا تفتني يا أمير المؤمنين واعفني. فغضب عمر وقال: أتجعلونها في عنقي وتتركوني؟ والله لا أتركك يا سعيد، والله لا أدعك يا سعيد. فولاه حمص وأصبح أميرا لحمص. وتمر الأيام ويأتي وفد من حمص ويلتقون في المدينة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: اكتبوا لي بفقراء حمص كي يعطيهم من العطيات ومن بيت مال المسلمين. فيكتبون كتابا ويسلمونه أمير المؤمنين عمر، فيقرأ هذا الكتاب وإذا في طياته سعيد بن عامر الجمحي. قال: هذا أميركم؟ قالوا: نعم. قال: أو فقير؟ قالوا: والله يا أمير المؤمنين إنه لتمر عليه الأيام تلك الأيام ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى خضلت لحيته بالبكاء، فأرسل له 1000 دينار، فلما وصلته
وإذا به يولول ويصيح ويقول دخلت علي الفتنة دخلت علي الدنيا. فقالت زوجته: ما بالك يا سعيد؟ أقتل أمير المؤمنين؟ قال لا. أكلم المسلمون؟ قال لا. قالت: إذن تخلص من هذه الفتنة، وهي لا تعلم من أمر الدنانير شيء. قال: أتعينني على ذلك؟ قالت: نعم أعينك. فجعل الدنانير في صرر، وما بات تلك الليلة حتى فرقها على فقراء المسلمين. تمر الأيام، وكان من عادة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يمر على ولاة الأمصار، وممن زار ومر عليهم حمص، فالتقى أهل حمص. قال: ما تنقمون على سعيد؟ وكانوا يحب سعيد. قالوا: ننقم 4 يا أمير المؤمنين. فقال عمر: اللهم لا تخيب ظني في سعيد. لما كان اليوم الثاني اجتمع أهل حمص وأتوا بسعيد. فقال عمر: يا سعيد، إن أهل حمص ينقمون عليك 4، فأجب عنها. ما تنقمون عليه؟ فقالوا أهل حمص: الأولى يا أمير المؤمنين أنه لا يخرج علينا حتى يتعالى النهار، والثانية أنه لا يخرج علينا في الليل، والثالثة أنه يحتجب علينا يوما في الشهر، والرابعة أنه يكون بيننا فيغشى عليه. فالتفت على سعيد وقال: ما تقول يا سعيد؟ فقال سعيد: والله يا أمير المؤمنين إني كنت لا أريد أن أبيح بذلك، ولكنك إذا أبيت. فأما الأولى فإن زوجتي مريضة، ووالله إنه ليس لي خادم، فإذا أصبح الصباح أعجن العجين وأتركه يختمر، وأقضي حاجة أهل بيتي ثم أخرج للناس. قال: والثانية؟ قال: الثانية أنني تركت الليل لربي والنهار للناس، فلا أخرج للناس في الليل. قال: والثالثة؟ قال: الثالثة: والله يا أمير المؤمنين إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وإني أغسله في الشهر مرة فأتركه حتى يجف، فحين يجف قد ذهب أغلب النهار. الله. قال: والرابعة؟ قال: الرابعة: والله يا أمير المؤمنين أنني كلما تذكرت مصرع خبيب بن عدي وأنني لم أنصره في ذلك اليوم إلا ظننت أن الله لن يغفر لي فيغشى علي. لا إله إلا الله. والله يا أمير المؤمنين أنني كلما تذكرت مصرع خبيب بن عدي وأنني لم أنصره في ذلك اليوم إلا تذكرت أن الله لن يغفر لي فيغشى علي. الله أكبر. هذه من أجمل المشاهد ومن أجمل القصص التي تدل على أننا وصل إلينا الدين ونحن بخير وعافية وصحة، ولم نبذل ذلكم البذل والجهد الذي بذلوه. صلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير، كتب الله أجرك.